آه. ازيك يا صديقي؟ والله انت وحشني. اه والله العظيم. يعني ما عملناش كوميونتي كبير يعني على القناه هنا، بس انا وحشاني فكره الفيديوهات اللي انا بعملها. والواحد بقاله كتير 3 شهور ما بعملش فيديوهات. يعني كان في مشاريع وحاجات ياما الواحد عايز يعملها، في حاجات كنت عايز انتظم عليها، ولكن يعني الحياه ما بره الحاجات دي، الحياه بتاعتي كليه اللي انا بحاول اخلص منها، شغل اللي انت بتشتغله، وبعد كل ده انت بتحاول بقى ترجع تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، فده بيكون صعب. بتحاول تدور على طاقة في وسط الأحداث اللي بتحصل وفي وسط الحياة اللي احنا عايشين فيها دي. انت لما تحاول تدور على طاقة أو منفذ للطاقة حتى ان انت تعمل كل ده، الموضوع بيكون صعب جدا بصراحة. يعني والله انت وحشاني، دي أهم حاجة. بس وانا وحشاني القعدة، وحشاني الحاجة اللي انا بعملها، وحشني فكرة ان انا ارجع اعمل فيديوهات مرة تانية. وكذا مرة كنت عايز ارجع واعمل حاجة واتكلم على حاجات ياما انا كنت عايز اتكلم عليها، ولكن والله الحاجة اللي كانت بتمنعني هي مفيش طاقة. مفيش طاقة خالص. بس انا بحب اعمل ده، وده اللي انا عايز اقوله النهارده. والنهارده الفيديو ده هو مجرد دردشه، هو مجرد كلام كده، دردشه، حاجه انا عايز اطلعها، شويه كلام عايز اقوله، حاجات عن القناه هنا عندي، عن مستقبل، عن الاحداث اللي بتحصل، على انا ليه وقفت لو حد كان مهتم او اي حاجه الكلام ده يعني. فيعني لو مستمتع يا صديقي، لو عايز تاني تسمعني، والله تنورني ومنورني اصلا في القناه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لما بدأت القناة هنا عندي بدأتها تقريبا أواخر 2019، تقريبا شهر 9 2019، شهر 10، شهر 8، في الرنجات دي يعني. كان أنا واحد بحب أعمل فيديوهات، وكان صديقي حمو، هو كانت الفكرة مجرد فكرة، مش فكرتي أنا حتى، هي كانت فكرته هو، ان احنا نعمل حاجه، تعال نجرب، تعال نشوف الحاجه. وحتى الفيديو، اول فيديو انا عملته، فكرنا ورحنا مكان وصورنا والكلام ده. شوت اوت حمو طبعا، صديقي وشريكي في هذه القناه. فضلت القناه هنا بتاعتي دي هي المنفذ بتاعي، او هو المكان بتاعي اللي انا بحب اعمل اللي انا بعمله ده. مش احسن امكانيات، مش احسن شكل ممكن، في اوقات صورت في اضاءه وحشه، في اوقات صورت في مكان مش احسن حاجه، الصوت ما كانش احسن حاجه. بنحاول نطور، بنحاول نعمل، بس انا بحب اعمل ده. وبحب ان انا اشتغل فيديوهات، وبحب ان انا اطلع واقعد الفيديو وامنتج واحط واحاول اطلع الفيديو باحسن جوده ممكنه، واتعلم حاجات معينه والكلام ده. ده بالنسبه لي متعه كبيره جدا يعني. مش احسن حاجه بتطلع، ولكن انا بحب ده. بشوف بقى عدد الفيوز، اي كومنت بيجي لي، اي حاجه من اصحابي، من الناس على الكومنتات، الكلام ده كله، اقتراحات، الكلام ده كله انا بحبه جدا، وبستمتع وانا بعمله، وبنبسط وانا بعمله بصراحه يعني. ومحاوله ان انت بقى تمانج، او ان انت تظبط وقتك مع الكليه، مع مع لو الشغل اللي انت بتشتغله الكلام ده كله، بتحاول انت تظبط كل ده مع بعضه. بتحاول تخلص من الكليه يعني. انا في كليه هندسه، وبحاول اخلص منها باي شكل ممكن من الاشكال يعني، عشان بس افضل اشوف اللي بعد كده يعني. والشغل اللي انت بتشتغله والكلام ده، فبتلاقي ان في الاخر وقتك ضيق جدا، ما انتش عارف حتى تقدم فيديوهات، او مش عارف حتى تعمل حاجه انت بتحبها. لان نفسيا، او الحاجه اللي انا بعملها دي حاجه لازم تكون انت نفسيا انت في احسن وقت، او في احسن حاله نفسيه انك تعمل الكلام ده. فبتيجي بقى انت عايز تعمل ده وانت اصلا يعني خلاص انت مستهلك تماما، فلا يا عم، بتبقى صعبه بصراحه يعني. وفي اوقات ياما انا كنت يعني ببقى عايز اعمل واتكلم على حاجات ياما في اوقات كتير قبل كده، ما كنتش بعرف. وجا بقى 7 اكتوبر 2023 طبعا، اليوم اللي كان فخر لينا كلنا، فخر لاي حد عربي مسلم في الدنيا كلها اللي حصل ده. من بقى طبعا الاحداث اللي حصلت، اللي واحده واحده بدات تقلل شغف الواحد لاي حاجه من الصناعه عامه. واي حاجه بتيجي بقى من الغرب دول، لان خلاص انت عرفت الناس دي بتقدم ايه، بقيت قرفان منهم. بقيت اي حاجه هم بيقدموها انت مش متقبلها، لانك حاسس ان فيها ولو جزء نفاق. اي حاجه انتوا بتقدموها انا مش عايز اتفرج عليها. اه انت بتاخد الحلو، الحلو بتاخده والوحش بتسيبه والكلام ده كله، انا مقتنع ب 100% طبعا. ولكن نفسيا انت مبقتش قادر تتقبل. نفسيا ما بقتش بتفرج على افلام ولا على مسلسلات زي الاول. ما بقتش بستمتع بالافلام ولا المسلسلات زي الاول. ما بقتش حتى حريص ان انا اتفرج على افلام، او حريص ان انا اتفرج على مسلسلات او اي حاجه. واصلا الصناعه دلوقتي في حاله مزريه.
فين لما يطلع لك حاجه انت متحمس ليها، او ان انت حاجه انت مستنيها تتفرج عليها تنبسط. احنا دلوقتي في دير ديفل بصراحه جامد جدا، ان شاء الله نبقى نتكلم عليه يعني. وفي حاجات ياما حلوه، في مسلسل ذا استوديو برضه مسلسل حلو ولذيذ وممتع وكل الكلام ده. وفي مسلسلات ياما نزلت الفتره الاخيره دي ناس ياما بتتكلم عليها، في افلام كتيره حلوه جدا ناس ياما بتتكلم عليها ممتعه، واحد ممكن يستمتع بيها. ولكن بصراحه الواحد ما عندوش اي طاقه وما عندوش اي نفس ان هو يتفرج على اي حاجه من الحاجات دي زي زمان على الاقل. اي حاجه بتيجي من مارفل، اي حاجه بتيجي من دي سي، اي اخبار بتيجي من هنا او من هنا، انت ما بقتش مستثمر زي ما كنت مستثمر. وحتى لما بتبقى بترجع بتحاول تخش في اللي انت بتخش فيه ده مره تانية، ترجع تبص على الاحداث اللي بتحصل دي وتشوف تلاقي برضو ان انت في طاقتك بتتاخد. دي بتأثر على نفسيتك. ومش مش ما اظنش ان انا لوحدي يعني. انت بتطلع بتتفرج بس على على اللي بيتشاف ده. يعني ازاي يبقى عندك نفس اصلا ان انت تعمل اي حاجه؟ الموضوع بيبقى صعب جدا يا جماعه، الموضوع صعب جدا جدا جدا. وحتى لما جت فتره الهدنه دي يعني الواحد انبسط لهم طبعا، بس طبعا يعني انت بعد ايه؟ عارف اللي هو ناس ما عندهاش بيوت، وناس ما عندهاش اهل، وناس عانت بتروما، وناس عاشت اوقات صعبه، وناس اتكلمت، وناس عملت، وناس فقدت اهلها، واللي فقد دراعه، واللي فقد، واللي عيل صغير فقد كل افراد عيلته عنده 3 4 سنين، اللي هو يعني لسه بيكتشف الحياه ايه ده يعني، لما يطلع يلاقي ان عيلته كلها بالشكل ده، ومضطر ان هو يتعامل كمان او يتعايش. فانت برضو الحاجات دي، واللي بيموتوا من البرد، واللي يعني كانت حاجات صعبة جدا، وانت واقف عاجز ما قدامكش غير انك تدعي ربنا. مش حاجة بسيطة، ولكن لما توصل لمرحلة ان انت دي الحاجة الوحيدة اللي انت قادر تعملها، ان انت بس تدعي، فلازم تقف مع نفسك وقفة وتشوف كده ليه ده كان بيحصل، ايه اللي وصلنا لكده. في وسط هذا العالم المنافق، وسط هذه الاحداث اللي بتحصل دي، طب انت تجيب منين طاقة؟ تجيب منين اصلا وقت ان انت تتكلم عن حاجة انترتينمنت؟ مش بتكلم ان دي شغلتك او دي الحاجة اللي انت بتعملها مثلا فبتجيب لك منها مدخولات او الكلام ده. لا، انت بتتكلم في حاجة انت بتحبها بقى. يعني اصلا انترتينمنت هي حاجة انت بتحبها، فانت طالع بقى وعايز تتكلم فيها، فانت المفروض يبقى عندك ولو اللي هو شغف او حب للحاجة اللي انت بتعملها، او مبسوط باللي انت بتعمله ده فعلا. فتجيب ده ازاي في وسط كل اللي بيحصل ده بقى؟ دي حاجة صعبة جدا، حاجة مستحيلة ان انت تعملها اصلا في وسط الاحداث اللي بتحصل دي. لو انت مش شاغلك غير فيلم مش عارف ايه، او مسلسل ايه اللي نزل، او مش عارف مين الممثل الفلاني اللي عمل ايه، والممثل مش عارف مين اللي عمل ايه، والفيلم ده نازل جديد، او الفيلم ده مش عارف كذا ومش كذا ومش كذا، بصراحة يعني مش عارف اقول لك ايه. موضوع صعب، موضوع صعب جدا. ومش بس موضوع الافلام او المسلسلات او كده، مجال الانترتينمنت عامه، سواء بقى كوره، انمي، اي حاجه انت بتتفرج وانت ساكت بتستمتع تمام. الا لو دي شغلتك، لو انت دي الشغل اللي انت بتعمله، فانت مضطر ان انت تقوم تتكلم، لان ده اللي هو بوت سبريد اون ذا تيبل يعني، فاهمني؟ فدي طبعا مشكله كبيره للاسف ملهاش حل. وكلنا بنحاول، هي ساقيه، كلنا بنحاول ان احنا نعدي دنيتنا، نعيش حياتنا، نمر نشوف الدنيا ماشيه ازاي. فوسط كل ده انت عايز ترجع تاني وتتكلم عن الافلام او عن المسلسلات او الانمي او الحاجه اللي انت بتحبها، وانت اصلا فاقد الشغف، فاقد شغف ان انت تعمل حاجه زي دي. بتحاول ترجعه كل فتره بمسلسل او بحاجه، بس بتلاقي ان انت يعني مش هي دي الحاجه اللي انا هعملها. مش معنى كده ان انا يعني خلاص هوقف بقى ومش لا، انا زي ما قلت لك انا بحب اعمل ده. بحب اقعد واتكلم واطلع اللي جوايا بفيديو، واقعد امنتجه وازود حاجات، اطلع اعمل الكلام ده تفاعل. دي حاجه انا بحبها جدا، دي حاجه انا بستمتع بيها جدا، فمش هوقف خالص. ولكن القناه هنا مش هتكون بحب السيما بقى بس، يعني هي هتكون قناه بنتكلم فيها عن ما هو يدور في مخي، او ما حاجه انا عايز اتكلم عليها، فهطلع اتكلم عليها بكل بساطه. مكان انا سعيد، حاجه اتفرجت عليها سعيد عايز اعملها، موضوع عايز اتكلم فيه ايا كان بقى، فهطلعه هنا.
يعني القناة هنا مش هتكون مخصصة بالافلام والمسلسلات زي ما انا كنت اصلا عايز اعملها، لان الموضوع ده فعلا انا شغفي ليه بيموت واحدة واحدة ومعرفش هيرجع امتى. بتفرج على فيلم بيعجبني دير ديفل زي ما قلت لك، ممتاز جدا ومبسوط جدا بأي حاجة. بس فعلا لما تيجي تتكلم بس ان اللي انت زي ما كنت زمان، زي ما كان عندك الحماس بتاع زمان، لا طبعا خالص كمان، بل على العكس تماما. الواحد بيقل، مفيش حاجه بترجع يعني. فهنا القناه مش هتكون يعني هتمشي بقى بنمط معين. انا اصلا يعني لسه موضوع في دماغي، ممكن اكون عايز اغير الاسم عشان يعني الاسم ما يبقاش نمطي اكتر من كده. ممكن نغيره. حد عنده اقتراح لاسم بيقول لي، او انا مش عارف لسه هغيره ولا لا، ده مجرد اقتراح لسه نتناقش انا وصديقي حمو ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. فادينا بنمشي وادينا بنحاول. اللي انا بقوله بس ان انا ان شاء الله باذن الله يعني انا رجعت اعمل فيديوهات مره تانية، او راجع ان شاء الله اعمل فيديوهات، واحاول على قد ما اقدر ان انا انتظم اكتر، واحاول ان انا ارجع شغفي لهذه القناه، وان انا تكون هي دي المساحه بتاعتي اللي انا بحبها، اللي انا بحب اعمل فيها الفيديوهات دي، واللي انا بستمتع بيها بعمل الحاجه دي. ولكن الفتره صعبه والشيء صعب، والايام اللي جايه صعبه، والنفسيه بتاعت الواحد مش في احسن حالتها. فعشان تيجي تطلب مني دلوقتي ان انا، او تطلب من اي حد، والله مش انا لوحدي، بس عشان تطلب من اي حد ان هو يفضي دماغه ويعمل حاجه اللي هو بيحبها، والله العظيم الناس بتعمل حاجه اللي مضطره ان هي تعملها وخلاص. يعني حتى تتفرج لك على ماتش، تتفرج لك على فيلم، تتفرج وبس وخلاص، وبتحاول تهرب من اللي بيحصل ده، بتحاول تهرب من كل القرف اللي حواليك. يعني مش بس القرف اللي في حياتك بس، والقرف اللي بيحصل بره، والعالم المنافق اللي احنا عايشين فيه، اللي مفيش ما يعني. ده فيديو مختلف عن اي حاجه اصلا انا بعملها هنا على القناه، ملوش اي علاقه، ما نتكلمش فيها، مجرد حاجه انا كنت عايز اطلع شويه كلام بس، كنت عايز اطلعه واقوله. انا راجع ان شاء الله، وهنقدم فيديوهات تاني باذن الله، وهنحاول ننتظم على القناه ونكبرها اكتر واكتر، لان انا بحب زي ما قلت لك، بحب اعمل ده، بستمتع بعمل ده. فان شاء الله راجعين، ان شاء الله راجعين بفيديوهات كتير. واسف على الغيبه الطويله لو انت كنت مستنيني، واسف يعني ان احنا ما غطيناش حاجات ياما. كنت بتمنى ان انا اعمل حاجات ياما، ولكن والله نفسية وحشه خالص يعني. بس هنحاول الفتره الجايه، راجعين ان شاء الله وهنعمل حاجه احسن. شكرا ليكم يا جماعه، شكرا اللي انتظروني واللي كمل الفيديو للاخر، والله انت حبيبي يعني، انت على دماغي من فوق. فتسلموا يا جماعه كلكم ان انتوا استنيتوني، وان انتوا بتتفرجوا على الفيديو، واللي اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، واللي دعمونا الفتره اللي فاتت دي كلها، كل الكلام الجميل اللي انا سمعته، والله العظيم يعني على دماغي والله يا رجاله، والله العظيم على دماغي كلكم. وبس كده، شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.